لكن كنا بصدد الحديث على المباراه ديال هايتي اللي كتنتظرنا غدا ان شاء الله. مباراه هايتي في اطار الجوله الثالثه، المباراه اللي طبعا الخيار ديال الانتصار كيبدو فيها خيار استراتيجي ما عندوش ادنى شك. البعض يمكن يقول بانها مباراه سهله، لكن دائما انا كنقول ان المباريات هي مباراه صعوبتها في اننا احنا ما خصناش نصعبوا المباراه لنفسنا، فندخلوا يجب ان ندخل المباراه ورهاننا اننا نحققوا صداره المجموعه. واليوم باش نكونوا واضحين، صداره المجموعه كتفرض واحد المعادلات معينه، اننا في حاله انتصارنا على منتخب هايتي وتعادل المنتخب البرازيلي غادي ناخذوا صداره المجموعه، وبالتالي غادي يبقى الفريق الوطني في الولايات المتحده الامريكيه. في حال ما اذا فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب الاسكتلندي، نتمنوا يفوز مثلا ب1-0، خصنا حنا نفوزوا ب4-0 على منتخب هايتي باش نتفوقوا عليه بفارق الاهداف، لان وصافه المجموعه تخلينا نمشيو الى مكسيكو باش نواجهوا الثاني ديال المجموعه السادسه. تنشوف انا خصنا نربحوا، ندخلوا باش نربحوا باش ما ربحنا، المهم نحاولوا نماركيو، سواء ماركينا هدف 2 3، المهم هذاك الشيء اللي ماركين خصنا نربحوا، والفرص نحاولوا نستغلوها، ومن بعد اللي وقع ديك الساعه البرازيل حتى تفوت هي ب3 ولا 4 ولا حتى لو تصدرات المجموعه انت مطالب خلاص خصنا نمشيو. لا كان مطالب خاصنا نمشيو وما تكرسينا، يعني ما حققناش صداره المجموعه، حتى ثاني المجموعه غادي نلعبوا مع فريق كما قلتي غادي نغادروا الولايات المتحده، هذا ماشي مشكل. نبقاو في هذيك الديناميكيه وفي هذاك التركيز، خصوصا قبل كل مباراه ناخذها بحده، ودائما كما قلنا ودائما يجب احترام المنافس كما كان. تكلم السي بدر الدين على المنافس، خصنا نحترموه وخصنا ديما كما بغى يكون، يعني هايتي برازيل اسكتلندا نلعبوا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب بنفس التركيز نلعبوا به، ما يكونش هذاك تشوف السميه الهايتي مثلا نقولوا لا فريق ماشي شي فريق يعني نحطوا رجلينا، لا خصنا نلعبوا بهذيك الجديه وبهذيك بالعكس، نبين باش نبقاو غاديين وتنطوروا في المستوى ديالنا ان شاء الله حتى الدور الخروج المغلوب ان شاء الله في الدور المقبل، ونتعرفوا على المنافس ديالنا ان شاء الله في الدور ديال 16 دور 32. طيب يوسف انت بعد متابعتك لمباراه اسكتلندا شفناه، يعني مباراه اسكتلندا اختلفت كثير على المنتخب على مباراه البرازيل، باعتبار ان المنافس مختلف. يعني الا كنتي لعبتي ايغاليتي ضخم، يعني في نفس الاسلحه اللي كتحارب بها مع المنتخب البرازيلي تكتيكيا وفرديا كانت عندهم هما ايضا، لكن مع المباراه ديال اسكتلندا اختلف الامر. فشنو خصنا نصحوا في نظرك من ما كان خلال مباراه اسكتلندا، لان مباراه اسكتلندا صعبناها على راسنا اكثر ما صعب علينا المنافس. شوف هو تنظن الاداء الجماعي كان مزيان، لا بوسيسيون الاستحواذ كنا مزيانين، مع العلم ان اسكتلندا عندهم لاعبين على المستوى الكبير، راهم عندهم لاعبين تيلعبوا في الدوري الانجليزي، عندهم في الدوري الايطالي، عندهم لاعبين تيلعبوا كذاك في الشامبيونشيب في الدوري الدرجه الثانيه. رغم ذلك حنا ديما كنا مستحوذين، كنا تقريبا واحد 60% 65% مستحوذين وخلقنا فرص. المشكل الوحيد اللي عندنا هو اضاعه فرص، مش اضاعه فرص. انا نقول عاوتاني انت ما كتكلمش على اضاعه، مزيان نخلق فرص ونضيعهم، لكن انت كتكلم في البناء الهجومي بعض المرات ما تيكملش، خاصه عندما كتكون ضروره ان لاعب يمرر للزميل ديالو وهو في وضعيه جيده. هذا هو المؤاخذه اللي عندك انت على هذه المباراه. هذيك المباراه نعم، لانه ماتش بحال هذاك على الاعصاب اللي كانوا، وشفناهم هذيك 10 دقائق الاخرى ولينا على الاعصاب، راه كانوا يشمتونا في هدف عامل والو، يعني بقى 6 دافع يضربوا كره قدام شي كوفيه تجي قدام شي واحد ضرب في يد شي واحد بيلانتي ولا شي حاجه، هذا الشيء وقع. علاش نوصلوا حتى لهذاك الشيء وانت عندك فرصه انك تحسن من المباراه؟ دونك هادشي اللي ما تنقبلوش انايا. اما الفرص راه تضيع، راه كلشي تضيع الفرص، راه منين شاد الميموني ولا شاد سميتو حتى سيباري مشات والقائم رضا، هذاك الشيء ما تهضروش عليه، حقاش هادشي تيجرى في كره القدم. اللي خصو يتصلح وخص اللاعبين يعرفوه. ونتكلم على ابراهيم ديريكت، لانه بلا ما نقل ابراهيم خصو يكون اكثر ايجابيه مع اللاعبين، رغم انه كان مميز وكان مزيان وهضرنا عليه مزيان وكان صاحب 2 تمريرات البرازيل، لكن في بعض الاحيان
وكاين انت باغي تماركي ولكن احيانا راه حتى انت لا دوزتي كره بحال ماركيتي، خصك تفكر في المجموعه، تفكر في الفرقه اكثر. نتمنى ان شاء الله هذا كيكون درس، ونحاولوا نلعبوا الجماعيه، ماشي غير هو كاع اللاعبين اللي تيلعبوا قدام او الوسط الملعب، باش تكون عندنا هذه الروح الجماعيه، نساعدوا بعضياتنا باش عندنا هدف واحد هو نماركيو، هو نربحوا ونخرجوا رابحين ان شاء الله. ويوسف لاحظناها على امام البرازيل وامام اسكتلندا، يعني بصرف النظر على هاد لي بتي ريغلاج هادو كيتسموا دي ريغلاج تكتيك اللي كيمكن الانسان يصلحهم، والمدرب اعتقد على انه كيتحط له تقرير تقني مفصل حول ربما الاختلالات اللي وقعت في عمليه البناء ديالنا الهجومي. بمعزل هذه الامور انا يوسف كنشوف فريقنا الوطني ولله الحمد، هادشي ماشي كنقولوه حنا فقط، كيقولوه الناس كاملين الخبراء ديال كره القدم، يعني المغرب اصبح عنده هويه، عنده شخصيه، عنده اسلوب قائم بذاته، واسلوب استحق به انه يكون بين افضل 5 أو 6 منتخبات عالميه. فبالتالي ما عادش مسموح لنا اننا ما نلعبوش في هذاك المستوى، في هذاك الليفل اللي وصلنا له. هذاك الليفل يتطابق مع امكانياتنا، يعني ماشي حنا خديناه بطريقه اعتباطيه، لا، خديناه بطريقه اجتهادات وقيدا القيمه الفنيه ديال عناصرنا الوطنيه. فإلا بغينا نبداو نتحسنوا ان هذاك الليفل نبقاو نطلعوا فيه، بمعنى اننا نكونوا جماعيين، ان الفريق اللي خصنا نهزموه ب 4-0 نهزموه ب 4-0. شتي البرازيل مع هايتي دخلوا الجوله الاولى حسموها في البدايه 3-0 وانتهى الامر. لاحظنا مثلا المانيا ماركه 7 مثلا فروق، مثلا فرنسا امام السنغال مثلا، يعني مباريات كثيره كتلقى الفرق القويه كتحاول من البدايه انها تسجل جوج. مثلا المباراه ديال اسبانيا مع السعوديه 23 دقيقه 3-0 انتهى كل شيء، بمعنى انه بان لك الفوارق كترسم بالنتيجه بارض الماء. فنتمنى ان شاء الله ان فريقنا الوطني يلعب بتطابق مع امكانيات اللي عنده، ما شاء الله، امكانيه فرديه وامكانيات جماعيه. كتعتقد يوسف على انه ممكن يلجا، وهذا السؤال كيتطرح، المداوره، بعض يتكلم عن المداوره، واش النقطه الرابعه وضروره تحقيق الفوز ما خلاتناش نمشيو في هذا الاختيار، اننا بحال مثلا المانيا 2 مباريات 6 نقاط ضمن صداره المجموعه، وبالتالي غادي تلعب فريق ثاني ديالها، ماشي فريق ثاني، غتلعب البدلاء تعطيهم ان طون جو. فبالتالي انت واش كتعتقد على انه ممكن ان نلجا لهذا الامر، خاصه اذا قرانا المنافس اللي هو منتخب هايتي؟ انا تنظن ما غاديش تكونش تغييرات بزاف، الا كانت تغييرات يكونوا شي 2 ولا 3 تغييرات، ولكن غيبقى نفس تقريبا الهويه، نفس اللاعبين اللي يعني العمود الفقري الثوابت موجوده. وشاهدنا يعني راه تقريبا ما شاء الله حتى في التغييرات اللي لا في المباريات الوديه ولا في المباريات الرئيسيه، البدلاء راه تيدخلوا تيعطيو الاضافه. صح. يعني دائما البديل تيدخل وتيعطيه، دونك ما عندناش حنا تخوف، لان يعني البدلاء حتى هما عندنا فيهم ثقه كبيره. دونك كاين بعض اللاعبين اللي خصهم يرتاحوا يمكن تنظن، ما عرفتش انا واش بونو غيكون جاهز، لانه في نهايه الماتش كان عنده واحد عنده شد عضلي. منير تا هو راه عنده خبره وعنده تجربه ما شاء الله، ثالث كاس عالم، دونك ما نخافوش عليه تا هو في الحراسه. بعض اللاعبين اللي يمكن يكونوا شي 2 لاعبين اللي قلت، مي تيبقى نفس الهدف، نفس البرانسيب، نفس هذيك الاشياء اللي تلعبوا عليها حتى الاخرين الاساسيين، هو الفوز والدخول من اجل الفوز ومن اجل خلق الفرص، ومن خلال ذلك تسجيل الاهداف. والاسلوب اللي تنشوفوه دابا مع وهبي اللي تغير تماما على الاسلوب ديال الوالد، وهي الكره الهجوميه والبناء ديال من الخلف. التخوف الوحيد اللي باقي عندنا هو في اللاكس، في المدافعين. تقصد ما بين رياض قدم مباراه كبيره بطبيعه خاص عيسى يزيد يتحسن اكثر. انا كنظن عيسى ديوبا يوسف مشكلته هو انه ما كانش كيلعب هذا الموسم بالذات مع الفريق ديالو ساوثامبتون ياك ولا فولام ما لعبش مباريات كثيره، فبالتالي جاء الان الكاس العالم مستوى عالي جدا، لكن هو يتطور مباراه بعد اخرى. فقط عنده بعض المرات كيجيب دوك لي بغيش شويه كيخطا فيهم. انا كنعتقد يوسف لا خدينا المباراه الاولى
ولا المباراه الثانيه، خلافا للبعض اللي تيقول اننا ما عندناش بنك بدلاء قوي. انا كنقول عندنا بنك بدلاء ممكن الاعتماد عليه، وادلكم على ذلك انه الا رجعتوا للمباراه ديال البرازيل، بدينا الجوله الثانيه المنتخب البرازيل خدم لنا المباراه، صبح هو اللي كيدوميني، صبح هو اللي كيستحوذ، وبدا كيشكل الخطوره على الفريق الوطني. وقتاش غادي نعاودوا نستردوا حنا السيطره ديالنا منين درنا ديك التغييرات؟ مباراه اسكتلندا ايضا لاحظتوا كان ممكن نسجل جوج الاهداف، اول واحد من عند اميموني والهدف الثاني من عند شمس الدين الطالبي اللي سدد فوق المرمى بقليل. يعني لو كان هناك تركيز في التسديده كان ممكن يسجل. ايضا اميموني نقدلوا الحارس المرمى، كره كانت ماشيه للشباك. فاذا عندنا قطع غيار ممكن الاعتماد عليها، وكنتمنى على انه في النهايه ندخلوا ضمن المباراه. كيتكلموا الناس على ياسين بونو الاخبار اللي وصلتنا على انه في صحه جيده، تدرب بشكل جيد، لكن بحال اللي قال يوسف انا ما عنديش ايضا تخوف انه حتى لو دخل منير المحمدي غادي يمكن يسد هذاك المكان ديالو. اذا كاين هناك سؤال اخر. واحد الاسئله بزاف نعم. متعلق هو ديال الكعبي وجاسم. انا تنقول دائما باقي المباريات وباقي اللاعبين اللي ما دخلوش، اللي باقي ما عطاتهمش فرصه فاش دخلوش، لا في الماتش الاول ولا الماتش الثاني، غتكون عندهم فرصه ان شاء الله وغيكونوا حاسمين. راه انسان خصو يبقى ديما بوزيتيف. تنظر انا اللاعبين البدلاء اللي مازال ما دخلوش، سواء الكعبي سواء جاسم سواء كاع اللاعبين اللي مازال ما دخلوش، غتجيهم الفرصه. وكاينين لاعبين اللي ما تيبداوش وتيساليو لا كومبيتيسيون في البطوله يعني في واحد المستوى كبير. دونك غادي يحتاجوا الكعبي، وغادي يحتاجوا جاسي حتى هويا، وغنحتاجوا كل اللاعبين غنحتاجوهم. نتمنى يبقاو هذا التركيز ديالهم عالي وما يتقلقوش. طبيعي ان اللاعب اللي ما تيدخلش تكون عنده شويه تقليقه وداك الشيء، لكن خصو يفكر في المجموعه ديالو ويفكر ديما في الجماعه، يعني في الجروب. والهدف ديالو كما قلت الجروب، الهدف ديالو هو الفوز وهو الانتقال الى الدور المقبل. ان شاء الله غادي تكون عندكم فرصه وغادي تكونوا حاسمين، لا الكعبي ولا جاسم ولا كاع اللاعبين. حنا تنثقوا في كاع 26 لاعب اللي كاينين، كلكم عندكم مستوى، كلكم ما شاء الله عليكم. نتمنى ان شاء الله ديما تبقى ديك اللحمه ويبقى الاجواء ايجابيه طبعا. دونك هذاك الشيء تيبشر بالخير. وعلى ذكر الاجواء يوسف، لانه كاين هناك واحد السؤال طرح، والبعض باش نكونوا امناء، الفريق الوطني المغربي اليوم باش نكونوا صراحه ايضا محسود في هذه المكانه العالميه اللي اصبحت عنده. فريقنا الوطني اليوم يتحرشون به، يشوشون عليه. كيف كان الامر في كاس افريقيا الامم مازال حتى في كاس العالم. كاينين الناس باقيين ما طاقوش او باقي ما صدقوش او باقي ما عقلوش ان هذا الفريق الوطني راه ماشي وليد الصدفه، راه تبنى حجره بحجره. هذه المرجعيه ديال كره القدم والمكانه اللي بدات عليها كره القدم المغربيه على المستوى العالمي ما جاتش بمحض الصدفه، تبنات حجره بحجره وفق واحد الاستراتيجيه وواحد المشروع تم تنزيله. الناس ما قادينش يفهموا، اللي ما قادش يفهم كيحاول يشوش على الفريق. واخر ما تقال للتشويش على الفريق الوطني ان حتى خلال مباراه اسكتلندا بعد ما تم استبدال ابراهيم دياز من طرف سي محمد وهبي، انه وقع واحد الكلاش ما بين وهبي وما بين ابراهيم دياز، وعلى انه هذا الشيء اثر على مستودع الملابس الفريق الوطني. انا اؤكد لكم من خلال المصادر اللي كتوصلنا ومن خلال معرفتي ايضا، لا ابراهيم دياز ولا بمحمد وهبي ولا ايضا ما داكشي ما تيقوش به، لانها مجموعه من الشائعات يتم الترويج لها بهدف التشويش على المنتخب الوطني. يجب اننا نبقاو مركزين على العمل ديالنا. اللاعبين ديالنا ما شاء الله غاديين لكاس العالم وعندهم تصميم على انهم يبقاو اطول مده ممكنه في لاكوب دي موند. وباش تبقى اطول مده ممكنه في لاكوب دي موند خصك تشوف ما بعد الدور المجموعات، كتشوف الدور سدس عشر ثم كاس العالم الصحيحه الحقيقيه غتبدا بعد الدور الاول. فبالتالي انا اتمنى على المغاربه على انهم يكونوا جدار مانع لهذا
كل هاد حملات التشويش والتحريض والتي هي كتصدر اشاعات مغرضه، حنا كجمهور مغربي كاعلام مغربي خصنا نكونوا اول الناس اللي واقفين عند خط الصد، ما نخليوش هاد الاشياء لا تاثر علينا ولا توصل حتى على فريقنا الوطني. بارك عليك. انا غنمشي انت راك تخدم مع سويعه وتتنعس. اي انت عندي الوحده ديال الليل. غيلتقيو الناس معك في استوديو. اي مباراة كرواتيا وباناما. كرواتيا واش غيكون ناعس؟ كرواتيا واش ما غنختلفوش على ان كرواتيا غتربح طبعا. لا لكن يمكن لا باقي باناما راه الماتش اللي داروا مع غانا راه صايب حتى الاخر. دوك عندهم شوف فرق مابقاش الكرات خصوصا في المباريات كاين شي مباريات خاصة كرواتيا خسرت المباراة الأولى ديالها مع الانجليز. نعم مع الانجليز. واش غتبغي تضيع مباراة باناما انت برايك؟ غنشوف الكره هذه انا مابقيتش تنثق في هادشي. انا على جيلي شفتو بعض المباريات على مع الاوروغواي مع الكاب فيرد ومش بزاف د الحوايج الكره ما بقاتش. لا اللي ملاحظه يوسف اننا كنا متخوفين من هذا كاس العالم انه يكون مختلف على النسخ السابقه، لكن ما شاء الله يعني بحسب ما كنشوفوا المستوى الفني ممتاز افضل بكثير. مستوى فني رائع جدا. الاقبال منقطع النظير، يعني راه لعلكم اطلعتوا على هذه الاحصائيه 99% نسبه امتلاء الملاعب خلال 36 مباراه الاولى. نسبه يعني انا كنتذكر كاس عالم 1994 انا حضرتها في الولايات المتحده الامريكيه، بالرغم من انه الجمهور الامريكي ما كانش قابل كره القدم بالشكل اللي كنلعبوها اليوم وما عطيهاش اهتمام، لكن في هذاك الوقت المباريات حققت واحد النسبه ديال الاقبال رائعه جدا. كاين اسئله كبيره بزاف تجيني على ود الكاك والكاك، علاش ما جيتيش الكاك. كان طبعا الفرقه ديالي وفرقه اللي كبرت فيها والخير ديالهم عمره ما نساه. انا ديما يدي مفتوحه للكاك. الوقت الحالي ماشي الوقت الجيد باش نجي لك. انا ما بغيتش باش نجي ما ندخلش في صراعات مع حتى شي واحد. نهار غتكون ان شاء الله الاجواء مزيانه وتكون ملازمه ان شاء الله، غادي هذيك الساعه يكون عندي ان شاء الله انا هذه التفكير باش نجي، باش ما بغيتش نطيح في نفس المشكل اللي كانت تحت فيه شحال هذه واحد 12 عام ولا 13 عام. ومنين جيت باش نخدم وجينا باش نعاونوا لقينا الناس كلهم ضدك وكل شيء ما باغيش الخير لهذيك الفرقه. دونك هذاك الشيء هو اللي خلاني انسحبت. النهار ان شاء الله نشوف الاجواء مزيانه وكاينين الناس معقول والناس باغيين يخدموا والناس تيجي شويه يفكروا في هذه الفرقه، هذيك الساعه ان شاء الله راه غادي بكل فرح وبكل بالعكس اعتزاز وشرف بالنسبه لي ان شاء الله. نتمنى للخويا ان شاء الله. يوسف انت كتعرف نفسك الان، يعني المرجعيه ديالك اولا كابن مدينه القنيطره ابن الكاك، دزتي في الزمن اخر كنعتقد انا اخر الاجيال الذهبيه اللي دازت على النادي القنيطري، اللي كان واحد من الانديه اللي كنت كنعشقها، لان من النهار اللي كان كيدربها صديقي المرحوم بوشعيب الغالمي اللي كانت كتربطني به صداقه كبيره جدا. اجمل كره قدم شفتها كتلعبها الكاك، سواء مع طيب الذكر بوجمعه بن خريف او ايضا مع عبد بوشعيب الغالمي، ايضا من الجيل ديالكم يوسف لعبتوا كره قدم، كان معك الدرس جو بونس باقي والطواريه وجنينه. كان فريق رائع جدا. كنظن على ان المرجعيه ديال يوسف، التاريخ ديال يوسف، وايضا الحظوه ديالو عند الناس ديال قنيطره، ما يمكن له يجي لفريقه الا وهو حامل بين يديه مشروع. ما بقيناش اليوم كنطلبوا اشخاص، الله يخليكم باش تكونوا واثقين من هذه القضيه. لا بغينا كره القدم الوطنيه تطور، راه ما كتطورش بالاشخاص. صحيح ان الاشخاص هما اللي كيحملوا المشاريع، لكن انا مع الاشخاص من حمله المشاريع. ويوسف الى كتب له الله وجا لمدينته باش يخدم مدينته، ما غادي يبغيش يندم علاش دخل باش يسير الكاك. اذا الحل الوحيد هو ان يكون حامل لمشروع، والمشروع خصو باش ينجح خص التفاف مدينه بكاملها. جيوب المقاومه تمشي، الناس اللي تياكلوا ويشربوا من نادي القنيطري خصهم يمشيو. انا باش نكون صريح معكم، الناس اللي باغيين يديروا السياسه على ظهر النادي القنيطري يمشيو. خاص الناس الرياضيين من حمله المشاريع. اليوم راه ما غادي يكون من لهنا ل10 سنوات، يحييني الله ولا نتمنى يحييني الله سبحانه وتعالى، من لهنا ل10 سنوات ما غيبقاو الا الانديه اللي غيجيوهم ناس حاملين لمشاريع.
ماشي ناس جايين باش يديروا اغراض يا اما سياسيه باش يوصلوا للمناصب، يا اما باش يحميوا مصالح ديالهم او لا، غادي يجيو ناس اللي غيحملوا مشاريع، لان غادي تولي المبارزه وغيولي التباري وغيولي الصراع، صراع افكار وصراع مشاريع وصراع مدارس. ونادي القنيطري فريق اونراسيني، ما يمكنش لكره القدم المغربيه تعيش من دون كاك، من دون ماس، من دون كودين، من دون جمعيه السله ديالي، فهمتيني، ولو ان اليوم راه في الهواد، من دون المولوديه الوجديه. انا ما كنتكلمش على الفروق التقليديه اللي كاينه الان، لا، هذه الفروق اللي لغايه الاسف غابت بفعل فاعل على المشهد الكروي الوطني اللي في المستوى العالي. وغادي نرجع وغادي نتحدث عن، لانه حتى انا كيطالبوني اصدقائي السلويين نكون صريح معهم، انه لغايه الاسف جاء علينا زمن انه من سيرنا خلال هذا الزمن اودى بنا الى الهاويه. سيدي تشكرك ونتمنى لكم الخير، ونتمنى لكم ان شاء الله ليله سعيده والتوفيق ان شاء الله لفريقنا الوطني. ديما المغرب نشوفكم على خير. عطيني النتيجه ديال بنما مع هذيك الكرواتيه، شحال كتوقع؟ ما كتبغيش تتوقع انت؟ كاين مالك توقعات عندنا في القناه. ما كيجيب حتى شي توقع. السلام عليكم. عندك الآن انقلبت الطاولة، تحققت العودة، اكتملت الريمونتادا. الله الله على هذه الإثارة. لقطة تدل تركيا عالية. إنهاء رائع جدا. لعب الكرة